السلام عليكم، اش اخباركم؟ هانيين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي تمام الصحه وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كيف كتشوفوا معايا اليوم غنقدم لكم كيك بطريقه جديده في مول جديد وطريقه تقديم جديده ومذاق جديد، كلشي جديد في جديد. كنتمنى انكم تجربوه وتستمتعوا بالمذاق ديالو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وطبعا على عجبكم ما تنسونيش بلايكات وتعليقاتكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب. اسهل طريقه لهاد الكيك، فعندنا 5 البيضات الا كانوا صغار، 4 البيضات الا كانوا كبار. عندنا كاس ديال السكر، عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس العنبه يعني 150 ملي، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان يكون دافي، وكاس ديال الماء دافي ممكن نعوضوه بالحليب، ولكن بجوجهم كيعطيو صراحه نفس النتيجه. غنحتاجوا الفانيلا وغنحتاجوا الكاكاو. بالنسبه للكاكاو غنحتاجوا 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، من الاحسن يكون نوعيه جيده. صافي كي كتشوفوا معايا ساهل ماهل. ممكن تخلطوا هاد المكونات اللي درتها كامله في الخلاط الكهربائي وتخلطوا كل شيء. انا اختاريت انني نخلط يعني غير هكا بالطراب اليدوي. فصافي غنخلط كل شيء مع بعضياته مزيان مزيان كي ينسجموا المكونات مع بعض. يعني في هذا الكيك ما كنحتاجوش اننا نطلعوا البيض بوحدو حتى يولي هكا مرغوي، لا، فقط هذه الطريقه كافيه. فغنخلطوا البنات كي كتشوفوا معايا كل شيء. غادي نحتاجوا ايضا البنات للدقيق والخميره الحلويات. نحتاجوا 3 ديال الخمارات ديال الحلوى، وغنحتاجوا 3 الكؤوس ونصف ديال الدقيق. فغادي نخلط البنات كما كتشوفوا حتى نحس بالخليط انه منسجم مع بعضياته مزيان. وغادي نضيف الدقيق هنايا البنات بالتدريج. هنا ضفت 2 كيسان، غادي نضيف معاهم 2 ديال الخمارات كما كتشوفوا معايا. الوزن ديال الخميره درت هنا 8 غرام. وغنخلط كل شيء. من بعد غادي نضيف الكميه الباقيه ديال الدقيق وديال الخميره. المهم في المجموع عندي 3 الكيسان ونص ديال الدقيق و3 الساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للفرن البنات كنشعلوا اول ما كنبدا نخلط في الكيك وكنديروا على 180 درجه. بالنسبه لي انا اليوم طيبتها غير شعلتها غير لتحت، وهكا ملي كتبقى واحد الدقيقه كنشعل عليها الجهه الفوقانيه. هذا الكيك راه كيجي يعني عالي، يعني كنقصد انه الجهه الوسطانيه ديالته هي اللي كتطلع اكثر، يعني ما كيطلعش كله بنفس هذا، كيطلع الجهه الفوقانيه ديالو كتطلع اكثر. فهانتوما غادي تشوفوا معايا حتى الاخر وتعرفوني علاش كنهضر. فغنكمل البنات الكميه ديال الدقيق مع الخميره اللي بقات ليا نزيدها، وغادي ناخذ واحد المول اللي غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق. صافي غنكمل بحال هكا كما كتشوفوا. كي قلت لكم بالنسبه للقوام البنات خاصو يكون بين وبين كما كتشوفوا معايا، هذا بحال هذا الشكل، يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. دابا غادي ندوز نكبوه في المول وغادي ندخلو الفران. تقريبا كياخذ معايا 45 دقيقه باش كيكون واجد. انا اختاريت هذا المول هذا باش يعطيني الشكل اللي شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. كي قلت لكم ان هذا الكيك كيتنفخ مزيان، ولكن كتجي اكثر الجهه منفوخه هي الجهه الوسطانيه. فانا غادي نحيد هذيك الجهه، يعني هذاك الفوق كما كتشوفوا. غنحاول نحيد هذاك الجهه هكا اللي مقببه، غنحيدها. بطبيعه الحال البنات ما غاديش نرميوها، فغنستعملوها هكا في حاجات اخرى، في التحليات، في مهم نقدروا نستعملوها كما نقدروا نقدموها بحال هكا، نقطعوها للوليدات راه غادي ياكلوها. المهم العفو البنات. المهم غادي ناخذ هذاك الكيك. انا هنا الكيك باقا سخونه، فقطعتها وهي باقا سخونه، ولكن ما غنكملها حتى الغد ليه، لان باليه التصوير ما كيعطيش حقه هكا، الليل ما كيعطيش حق التصوير كيبانش زوين. فغادي نقسمها هكا على 2 وغنسقيها ما حدها سخونه باش تشرب ليا السقوه. بالنسبه للسقوه البنات انا كنسقيها بالحليب وكنسقيها بالسيرو ديال الفاني. الصراحه احسن حاجه انا كنفضل عن نفسي نديرو السيرو ديال الفاني. انا هنا قدامكم سقيتها بالحليب، ولكن ملي كنسقيوها بالسيرو ديال الفانيلا كتجي زوينه. فالمهم غادي ديروا بالنسبه للسيرو ديال الفانيلا غادي ديروا 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر مع فانيلا واحد، يعني الكميه اللي بغيتو. انا كندير هكا، الا كانوا عندي ساشيات كندير 2، كان عندي هذيك سميتها كندير واحد نص معلقه. صافي هنايا سقيتها بالحليب
يعني انا غنسقي الاجزاء بجوجهم. سقيتها بالحليب وغدا نخليها حتى الغد ليه عاد باش غدا نكمل ليها المونتاج ديالها. كي قلت لكم بان لي التصوير ما عطيش يعني الحق لهاد الوصفه. فهنا بالنسبه للكريمه البنات اللي كتجي بنينه 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 بنينه، فغادي ندير فيها نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا، 2 معالق كبار يكونوا يعني مملوئين مزيان، و2 معالق كبار حتى 3 ديال الجوز الهند اللي هو الكوك، يكون نوعيه زوينه ماشي هذاك اللي داير بحال النخاله اللي كتكوني كتذوقيه كتحسي بمذاق ديال الكوك بنين. صافي حتى هو قلت لكم غادي ديروا واحد 2 معالق حتى 3 على حسب الذوق. والسكر ايضا كنديروا على حسب الذوق. بالنسبه لي انا السكر درت 3 ديال المعالق. هنا عندي النكهه ديال الفانيلا غادي ندير واحد 4 معالق صغيره، وعندي علبه ديال الاوريو. ممكن ديروا اي نوع، ولكن هذا النوع كيجي زوين كيعطي مذاق زوين مع ديك الكريمه اللي فيه. فكنحاول انا هكا غادي غنهرسو ما نطحنوش بزاف كما كتشوفوا معايا، وغنخليه على جنب حتى نحتاجو في يعني في اخر مرحله. صافي فغادي ندير الخليط اللي خلطت معكم اللي هو الحليب، الكوك، النشا، السكر. غنخلط كلشي مع بعضياتو. ضروري ما كنستمر في الخلط على نار تكون في الاولى، في الاول كنديرها هكا متوسطه ومن بعد كنديرها ناقصه. ملي كيبدا يبان ليا الخليط هكا بدا كيتكاتف كندير مباشره العلبه ديال الاوريو كيف كتشوفوا معايا هكاك باقين فيها القطع، وغادي نزيد هذيك النكهه ديال الفانيلا كيف غتشوفوا معايا تقريبا. المهم نص معلقه 4 معالق على حسب الذوق اللي كتبغيو، وغنخلط مزيان وغادي ندوز نكبها مباشره كي كنساليها كنكبها في هذا في فوق الكيك. طبعا انا هذاك المول راه عاودت مسحته وقديته باش رجعت ليه هذيك القطعه الاولى ديال الكيك اللي سقيناها بالحليب. قلت لكم ممكن انكم تسقيوها بالسيرو ديال الفانيلا اللي كيجي صراحه متواتي معها اكثر واكثر. ثم ملي كنكبوا هذيك الكريمه كنديروا الجزء الثاني اللي ايضا حتى هو سقيناه كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلها الثلاجه تقريبا نخليوها واحد 4 ديال السوايع اقل حاجه باش تماسك معاكم، وكتعطيكم هاد النتيجه هذه البنات. خليوها تتماسك تماما وكتحيدوها من المول كتعطي هاد النتيجه هذه. المذاق ديالها كيجي زوين، كتجي خفيفه مسقيه. الا بغيتو تزيدوها يعني بنه اخرى يعني فهنا انا درت علبه ديال هذا دانيت شوكولا، درت معاها 14 قطعه ديال الشوكولاته ذوبتهم في قلبوطه على نار مهيله وزينتهم بهذا الشكل كيعطيو مذاق وكيعطيو منظر. كنتمنى يعني الكيك ديال اليوم تكون للناس الاعجاب ديالكم. صراحه الكريمه اللي درنا فيها كتعطي واحد المذاق مميز جدا جدا جدا، وهذا المول كيتواتى معاها وكيعطيها واحد المنظر اللي هو زوين. طبيعه الحال ممكن تخدموها في مول عادي، يعني المول عادي دائري ما فيه حتى يعني عادي هكا سامبل ماشي مشكل، غير هذا كيزيدها واحد المنظر كيعطيها واحد الشكل يعني ما كتعرفيهاش هذيك الكريمه واش طيبه معاها او لا، يعني هكا حتى حد ما كيعرفها اشنا هي. زائد ما ندويش لكم البنات على المذاق ديالها كيفاش داير. كنتمنى صراحه تجربوها وكنتظر الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. كنتمنى تخليو لي تعاليقكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب باش يوصل لاكبر عدد من المتابعين. ونخليكم هنا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد من فيديوهات شفي بيتي. دمتم في رعايه الله.